تعالَ نجرّب كده نرسم نفس الوش 3 مرات بتعبيرات مختلفة، يعني مثلًا نفس الوش هنخلّيه شكله مش دايرة بس أو مربع بس، خلّيه مثلًا بالشكل مثلًا ده، وشكل تاني ده، هو يعني، نفس الفكرة يعني نفس شكل الكمثرى ده في الآخر يعني، والتالت برضه نفس النظام. هنخلّي الراجل ده فرحان، بس أنا عاوز أخلّي الأشكال كلّها شبه بعضها، فهاعمل علامة الزائد أهي، ومثلًا نخلّي الراجل ده إيه مبرّق أو مكشّر وباصص للجنب كده والمناخير في النُص، طبعًا تحفظ بقى طريقة المناخير أنت بترسمها إزاي علشان هتكررها هنا، مثلًا وبيتكلم كده إيه وعاوج بُقُّه، وأدي الودان، طبعًا الودان برضه إيه نجتهد إن هي تبقى شبه الودان اللي فوق، والشعر كذلك نخلّيه إيه بخطوط بسيطة جدًا بحيث إن أنت ما تصعّبش الدنيا على نَفْسك. يعني ما ندوسش في تفاصيل أكتر، فيبقى تكرارها يكون صعب. حتى باعمل الشعر إزاي، عبارة عن أقواس كده جنب بعضها بس، وباغمّقها علشان يبقى أنت شايف نفس الشكل إيه، شبه بعضه تقريبًا. نخلّي الراجل اللي تحت ده رافع حواجبه كده ومغمض عينه وبيضحك مثلًا. ممكن نعمل حاجة مميزة كمان بحيث إن أنت تشوف ال3 أشكال تقول إن هُم زي بعض، زي مثلًا شنب في النُص كده. اللي تحت ده نعمله مثلًا حزين، بس عينيه دايرة برضه زي اللي فوق، بس باصص ناحيتنا كده، وآدي البُق وآدي الشنب اللي في النُص. تجربة بسيطة كده حاول إن أنت تجرّبها، تعمل أي 3 أشكال بس تجتهد إن هُم يكونوا شبه بعض، شبه بعض لكن بتعبيرات مختلفة.